الفرق بين الزباين الألمان والزباين العرب لما بيشتروا لحمة. صلوا لي على النبي وميت وردي، عم احكيكم من أرض الواقع. بتلاقي الزبون الألماني مثلا جاي هو وزوجته، تلاقي ماسك بإيدها وبسألني مثلا شو بده لحمة، وبرجع مثلا بحاكيها هيك بهدوء بلطف، بيقول لك بتتذكري لما تزوجنا، بتتذكري تاريخ ميلادنا. وممكن يعني ممكن مثلا ياخذ له ضمه، حضنه، بوسه، وماسك بايدها خايف تطير، ما بعرف شلون. يعني كثير بالغين. اما بتلاقي مثلا الزبون العربي جاي هو مثلا هو وزوجته، بيسألها شو بدك لحمه اليوم؟ بتقول له والله بدي مثلا لحمه للسمائيه. اكفور اكفور هيك بيقول لها، اكفور لسه امبارح طبخنا سمائيه. برجع بتقول له طيب شيخ المحشي او كوسه محشي. كمان برجع بسلخ هذيك المسبه. الفرق بالطبخه هو دليل على الفرق بين الاشخاص وبالتعامل. يمكن الاكل هو سبب انه بيحدد علاقه الناس مع بعضها. الالمان بياخذوا شريحتين ستيك للشوي او القلي، او 3 4 قطع كتلات، 300 جرام لحمه شقف للتقلايه. احنا ما شاء الله بنحكي بالكرتونه. وبرجع بقول لها اكفور لسه امبارح طبخنا هيك، وامبارح عملنا هيك. وهاي هي حكايتنا مع الزباين. ميت وردة.